تحكي لنا اللي حصل؟ بص، هو ابتدى الحوار ده الصبح. كان في شويه بقى ايه، مش متظاهرين ولا ثوار، شويه كده جايين بيهتفوا عشان خاطر حماده المسحول وبتاع. حماده المصري، لا ده واحد تاني غير حماده المسحول المصري. اللي هو المصري او المسحول، ماشي. تمام. مفيش ربع ساعه لانهم نزلوا قفلوا الطريق بالحديد الوحامير ده كده، قفلوا الطريق خالص. جينا عشان نفتح الطريق عشان العربيه تعدي. يبقى انت وائل المسؤول بعد كده. والله صدق انا المسؤول يا عم، مفيش اتفضل مشكله. حضرتك. جينا حاولنا نفتح الطريق، حصل بقى اشتباكات بقى، وقعدوا بقى يشتموا ويضربوا وبتاع، بس دول مش شكلهم من الثوار خالص يعني. الناس بيشوهوا صوره الثوار. لا ده فعلا من الثوار خالص كانوا هنا. يعني في سائر يجي يقفل الطريق، يعبر عن ايه؟ لما قبل الطريق العربيه ساعات راحوا هنا المستشفى، واحد بيموت. لما جينا نكلمهم اليوم بتاعهم في واحد هيموت، بيتخانقوا معانا، نعمل لهم ايه؟ عشان تفتحي طريق عادي. كان في حد معاه فرد؟ في واحد صلى علينا الفرد هنا. في كذا بياع، انت لو شفت كده دخلت هنا في بياع واخد كده متعور وشه. في فعلا متعور كده. فعلا في واحد متعور بمرض منه. ده مش بياع. واحد طلع فرد وثبت الناس اللي واقفه. وبعدين في متظاهر هيجيب جرايد ويفرش على الارض وينام عليها. وبعدين انا كمتظاهر يعني بدل ما انفع الناس اضر الناس كلها، اضر البلد. مش هيعطل البلد. يعني دي اللي نفسي اعرفها. وقفوا المترو، وقفوا الجنب ده، وقفوا الجنب ده، وقفوا الجنب ده. جينا نمشي الطريق خانوا في البياعين. في متظاهر يطلع فرق. وبعدين متظاهر واخد كده واخد كده، ويعني حاجات غريبه يعني. انت لو شفتيهم. طب انت بتحليلك الشخص او رايك الشخص دول مين؟ والله بلطجيه، احنا مسكنا لسه كام واحد مش عارف يقول لي كلمتين على بعضيهم. دول الطرف الثاني. صح. في واحد مش عارف يقول لي. انتوا بتدوروا عليهم ده هم. اتمشيت بيه كده شويه، واقول لك بس عشان البياعين ما تاخدش بالها، انا سبته صعب عليا. المفروض كنت راح اوديه الاسم. مش عارف يتكلم، عبيط ما اعرفش، اهبل. هو مش عارف هو جاي يعمل ايه ولا جاي. روح تفتح الطريق، لقيت 3 4 اتلموا عليا. تعالى محمد. اتفضل حضرتك. دول البلطجيه اللي مشغلينهم اصحاب المليارات، اللي هم الفلول تبع حسني مبارك، واللي هم عاوزين يرجعوا تاني، بس ان شاء الله مش هيرجعوا تاني ولو على دمنا اساسا ان شاء الله باذن الله. انت كده مضرور، كل المحلات ما كل انت شايفاها زي كده. وده مش واقف. البيع كلنا بايعين على فكره، كل الناس اللي واقفه المحلات دي صح كلها قفلت. ده غير الفرشين، يعني كل الشارع ده ناس فرشه، كل اللي فرشين ضرر. وبعد كده رجعوا تاني وشكلها مش هتخلص. بس احنا عشان تفهم يعني البياعين يعني ككل احنا خدنا قرار يعني ان اي حد هيجي يتظاهر هنا باحترام وكويس على عيننا وراسنا، اللي هيجي يقل ادبه هنا مش هيقف. بس تمام. ولا انت مش هيقف، بمعنى احنا مش هنموت حد بس مش هنوقف حد. اللي هيجي يتكلم بالراحه ويتظاهر، احنا كنا متظاهرين والله، كنا ب 25 هناك ما كناش بنعمل كده. لكن اللي هيجي هنا ويسكت او يتكلم بس انت ما تجيليش بسلاح وتجيلي بفرد وطبانجه ومطاوي وتقول انا وتجيلي عامل لي كده، واللي يجي يتكلم معاك يجي تاني يجي جاي من ورا موقعه على الارض كانكم في خناقه. والله يعني انت يا كابتن معلش تبص تلاقي اللي وراك ايه، انت بتخانق فيه ايه يا عم؟ هو ده كده ده متظاهر ولا انا شرطه يعني عشان تيجي تخانق فيا؟ فهو يعني من الاخر كده البياعين كلهم اللي انت شايفهم دول مش هيخلوا واحد يقف هنا طالما قليل الادب، ببساطه خالص. بس وربنا يسهل. صح. حضرتك احكي لنا ايه اللي حصل؟ النهارده كان في مسيرتين، كان في مسيره الصبح، كان في مسيره طلعت من الميدان الصبح. دي كانت رايحه الجلاء هنا، محكمه الجلاء. تمام. عشان حماده المصري يعني اعتراضا على النائب العام ان هو حبسه 4 ايام عن ذمه التعيين، مع انه خد براءه وكده او اخراج وكده. كان في مسيره ثانيه طالعه من الميدان برضه عشان جيكا وعشان محمد الجندي. لا مش جيكا، مع واحد تاني كريستيان. كان المسيره طلعت برضه من الميدان برضه وجت هنا على دار القضاء. المسيرتين التقوا مع بعضهم هنا، او التاني كان بتاعت الجلاء كانوا سابقينهم وكانوا واقفين عند دار القضاء، وهم التانيين جم. فقعدوا يهتفوا طبعا ضد النائب العام وكده. وبعد كده لما لقوا نفسهم كتير قالوا له نقطع الطريق، فقطعوا الطريق للاسف شارع 26 يوليو وشارع رمسيس. تمام. وبعد كده حصل اشتباكات بينهم وبين البياعين، طبعا كده وقفوا حال البياعين والعربيات وقفت والدنيا وقفت، فحصل اشتباكات على خفيف كده بينهم وبين البياعين. وبعد كده تجددت الاشتباكات تاني في شارع طلعت، في شارع 26 يوليو، في اصابات 10 وفي متظاهرين
بعض الناس قالوا ان في 10 مصابين، وفي واحد من البياعين ضرب بطعنات مطوه والكلام ده. تمام. فوقفوا هنا البياعين بتوع التوفيقيه، ووقفوا عند دار القضاء العالي عشان يحموا دار القضاء العالي، وعشان لو في اي حد تاني هيرجع تاني يعمل شغب معاهم او كده. بعد كده لقوا 4 من البلطجيه اللي هم بيعملوا اتوات وكلام من دوت، فقبضوا عليهم وضربوهم وودوهم بالاسم هنا في اسم الازبكيه. بس هو ده اللي كان موجود النهارده. يعني اللي عمل الشغب اللي هم ال4 بلطجيه دول؟ لا، مش اللي عمل الشغب ال4 بلطجيه. قلت حضرتك المتظاهرين لما كانوا قطعوا الطريق وقفلوا الطريق، حصل بينهم مناوشات بينهم وبين البياعين بتبادل الطوب وكده. تمام. البلطجيه دي هم كانوا واقفين دلوقتي، لقوا بلطجيه داخله هم عارفينهم تقريبا وقبضوا عليهم بالبره وكلام من ده. تمام. شكرا. متشكره قوي. شكرا. عايزين نخلي احوال البلد كويسه، ومفيش ضرب ولا فيش بهدله، عشان الناس تاكل عيش، عشان احنا مش لاقيين ناكل. حضرتك ساكنه فين يا ماما؟ حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في امبابه ومعايا 5 عيال وبشتغل عليهم. يعني ما ينفعش الكلام ده، عشان البهدله والخناقات دي مخليه الدنيا خربانه. شكرا يا ماما. عايزين